السلام عليكم. حكايات كتير بتكون باينة من الأول مين الجاني، تبقى واضحة كده وبنقدر نتوقعها، بس حكاية النهاردة على ما أظن صعبة إن إحنا نتوقع مين الجاني فيها. صلى على النبي وركز معايا. حكايتنا حصلت في سنة 2014 زي اليومين دول بالظبط، في شهر 2 سنة 2014، بس هنرجع قبلها بحوالي 50 سنة أو بالظبط 55 سنة، سنة 60، لما جه الأستاذ نخلة طويل من سوريا لمصر. هو اسمه كده نخلة طويل. المهم، أيام ما كانت مصر وسوريا بلد واحدة، والكلام ده من 58 ل 61، كانت اسمها الجمهورية العربية المتحدة، مصر وسوريا. بعد ما اتخرج على طول نخلة من كلية التجارة جامعة دمشق، لقى فرصة عمل في الإسكندرية في مصر. سافر، توكل على الله، سافر راح الإسكندرية، اشتغل محاسب في مصنع أسمنت. كان لسه المصنع معمول جديد أيام الانفتاح الاقتصادي، فترة الستينات دي، أيام الرئيس جمال عبد الناصر. كان فيه انفتاح اقتصادي كبير وإقامة مشروعات ومصانع كبيرة وكتيرة، وكانت مصر مستقرة. المهم، اشتغل الأستاذ نخلة في مصنع الأسمنت في الإسكندرية واستقر، وبقى يروح ويجي على أهله كل 6 شهور مرة، ياخد أجازة يسافر سوريا يطمن على أهله ويرجع تاني. حتى بعد 61 لما انفصلت مصر عن سوريا وما بقوش دولة واحدة، برضه استقر نخلة في الإسكندرية وقعد، قال لك شغلي ولقمة عيشي وهستقر هنا. أهله طبعا في دمشق، يا ابني تعالى اقعد معانا، خليك في سوريا، شوف لك شغل هنا. قال لهم لأ، أنا مرتاح هنا وهفضل هنا. وبعد كده كمان أخد الجنسية المصرية وبقى مصري. طبعا بقى مصري سوري، يعني معاه الجنسيتين، مصري وسوري. كل ده وما كانش لسه اتجوز، لحد ما وصلنا سنة 68، نزل سوريا، خطب واتجوز وتوكل على الله، جاب مراته كمان من سوريا وقعدوا في مصر، وأجر شقة إيجار قديم في منطقة الإبراهيمية وقعد واستقر. وحياته الاجتماعية استقرت من ناحية الجواز، وحياته المادية استقرت من ناحية الشغل، شغال ومستقر ومرتبه بيزيد وبيترقى كمان. وسنة 70 ربنا كرمه بالمولود الأول، كان ولد سماه يوسف. وبعدها بسنة واحدة ربنا كرمه ببنت سماها منى، بقى عنده يوسف ومنى. ومشيت بيه الأحوال ومشيت بيه السنين. كان كل سنة ينزل كده يخطف له أسبوعين شهر في سوريا ويجي تاني، هو ومراته وولاده. والولاد كبروا والدنيا مستقرة لحد ما دخلوا الجامعة. يوسف دخل كلية سياحة وفنادق، ومنى دخلت آداب قسم فرنساوي، ومجتهدين ومبسوطين والحياة حلوة. وفي سنة 91 لما كانت منى في تالتة كلية، اتقدم لها مهندس بيشتغل مع باباها في مصنع الأسمنت، مهندس مصري. ايه رأيك يا بنتي؟ والله اللي تشوفه يا بابا. لا طب ساكتة، السكوت علامة الرضا. وهي أصلا كانت تعرفه لما كانت بتعدي على باباها في المصنع، كانت بتشوفه، يعني كان في ما بينهم نظرات قبل كده. المهم وافقت، باباها وافق، وتمموا الجوازة واتجوزت. وبعدها بسنة على طول ربنا كرمها بولد سموه ريمون. وكان بيتها قريب من بيت باباها، كانت بتروح عليهم وتيجي، تطمن على باباها، على مامتها، على أخوها. وحياتها استقرت على كده. ويوسف ربنا كرمه وخلص كلية سياحة وفنادق بتفوق، واشتغل في فندق كبير في الإسكندرية، والدنيا مشيت معاه ومرتبه حلو وبيكسب حلو. فأبوه جه في يوم قال له يوسف، أختك الحمد لله ربنا كرمها واتجوزت وخلفت، وأنا وأمك ناس كبرنا في السن، ما عندناش غيرك دلوقتي، عايزين نفرح بيك. قال له يا بابا لسه بدري، كمان شوية. كمان شوية إيه يا ابني؟ عايز أفرح بيك وأشوف لك عيل قبل ما أموت. قلت له يا بابا ربنا يديك الصحة، بس لسه شوية برضه. يا ابني أشوف لك بنت فلان، بنت فلان، بنت صاحبي كذا. وقعد يجيب له عرايس، ويوسف مصمم قال له لأ، مش عايز أتجوز دلوقتي. المهم، لحد ما نوصل سنة 2000
والأستاذ نخلة يطلع معاش، وما بطّلش زن على يوسف، يا ابني عايز أجوّزك، يا ابني عايز أفرح بيك، زي ما يكون قلبه حاسس. بعدها بسنة واحدة بس يتوفى ويتدفن في مصر. طبعًا العيلة كلّهم بقوا مصريين خلاص، يعني هم الأصل سوري بس هم خلاص مصريين، يعني كلّهم معاهم الجنسية، يوسف وأخته منى وأبوه الأستاذ نخلة ومراته كلّهم مصريين. وفضل البيت على الست أم يوسف، بقت أم يوسف ويوسف هم اللي قاعدين في البيت، ويوسف بينزل الشغل بيسيبها وبنتها طبعًا في بيتها، فجاب لها شغّالة، جاب لها واحدة ست كبيرة اسمها أم خالد، كانت كبيرة شوية في السن في الخمسينات بس جامدة، واقفة على رجليها، أهي بتقعد مع مامته تاخد بالها منها، تساعدها في شغل البيت، في الأكل، في توضيب البيت. وأم يوسف مسكته، يا ابني أبوك مات وكان نفسه يفرح بيك، أنت مستنيني أموت أنا كمان قبل ما أشوفك متجوز وأشيل عيالك؟ حاضر يا ماما، حاضر يا ماما. طبعًا خلاص كانت العلاقات ما بينهم وبين أهلهم اللي في سوريا، اللي كبر كبر واللي اتوفى اتوفى، والعلاقات بقت فترة ما بقتش زي الأول، حتى لا عادوا لا بيروحوا ولا بييجوا، فين وفين. ومين بقى اللي كان بيروح؟ يوسف. يوسف كان كل سنة يسافر سوريا، يروح عند عمامه، خِلانه، يطمن عليهم، يشوفهم، لحد سنة 2007. وبعدين يا يوسف مش هنجوزك يا ابني؟ أنت خلاص يا حبيبي أنت سنك 37 سنة، أنت داخل على ال40 يا حبيبي، وأنا خلاص كبرت وعجزت. قال لها حاضر يا ماما، يا ألف بركة، اختار وأنا أجوزك أحلى واحدة في البلد. قال لها بصراحة أنا عايز بنت عمي. بنت عمك؟ بنت عمك مين؟ بنت عم حنة، له عم اسمه حنة في سوريا، عنده بنت اسمها عبير جميلة جدًا داخلة دماغ يوسف. أمه قالت ماشي، عبير عبير، بنت عمك بنت عمك مش مشكلة، أي حد، المهم إن أنت تتجوز أفرح بيك. راحوا هناك اتفقوا وتمموا واتجوز وجابها. كان ساعتها يوسف عنده 37 سنة، كانت عبير عندها 28 سنة، يعني هو أكبر منها بحوالي 9 سنين قول 10 سنين. المهم جابها مصر وقعدها معاه في بيتهم في الإبراهيمية في الإسكندرية، هو نفس البيت الإيجار القديم اللي كان أبوه مأجره، بس إيجار قديم، الإيجار القديم يعتبر في مصر تمليك. وضب البيت وظبطه وجدده وفرشه واتجوز فيه. وأول سنة دي عدت عليه هنا عسل، وما خلاش عبير دي نفسها في حاجة، أي حاجة كان نفسها فيها يجيبها لها، دهب يجيب، مكياجات يجيب، هدوم يجيب، أكل وخروجات وفسح، ولففها على جميع الفنادق في القاهرة والإسكندرية وشرم والغردقة، ما خلاش نفسها في حاجة. ومامته طبعًا قاعدة في البيت والست أم خالد الشغالة بتروح وبتيجي عليها ومراعياها. وبعد أول سنة ربنا يكرمهم وعبير تحمل وتخلف وتجيب ولد ويسموه ميشيل. طبعًا يوسف نخلة ومنى نخلة وعبير حنة طويل، العيلة دي عيلة مسيحية، عيلة مسيحية أصلها سوري وبقوا طبعًا مصريين. المهم بعد ما ولدت عبير وكان الولد تقريبًا عنده 6 شهور، سِتّه شالته وفرحت بيه، يقدّر ربنا وينتهي عمرها وتتوفى، الست أم يوسف اتوفت. يزعل يوسف جدًا على مامته ويخش في حالة نفسية صعبة، ومراته عبير تصبّر فيه، يقول لها أنا حاسس إن أنا وحيد، بابا وماما راحوا، قالت له أنا جنبك وهافضل جنبك، وقعدت تصبّره. سبحان الله بعدها ب6 شهور كمان في مصنع الأسمنت اللي بيشتغل فيه المهندس جوز أخته تحصل حادثة فيه ويتوفى جوز أخته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتزيد الأعباء على يوسف، أصبحت أخته وابنها ملزمين منه مهما كان المعاش مش زي المرتب، يعني الدخل بتاع أخته مش هيبقى زي ما كان جوزها عايش وبيقبض وبيصرف عليها، وطبعًا عايز يعوضها
ويعوّض ابنها عن غياب الأب، فبدأ إن هو يهتم بيهم، ويصرف عليهم، ويشوف حاجتهم، ويدّي لهم فلوس بزيادة، بالإضافة طبعًا لمصاريف بيته، مصاريف مراته، مصاريف ابنه الصغير. وكانت أم خالد الشغّالة مستمرة معاهم، أي نعم كبرت في السِن شوية، بس بتساعد مراته على شغل البيت، هي مش مستمرة معاهم قد كده، يعني هي مثلًا بتشتغل يوم ويوم لأ، أو بتروح بالطلب على حسب، عابر مثلًا تتصل بيها، تعالي يا أم خالد عايزاكِ النهارده، لأ خلاص مثلًا بلاش بُكرة، كده، بس مستمرة معاهم. ويوسف عشان زيادة الحمل وزيادة المصاريف، طبعًا ريمون ابن أخته كبر، كان في ثانوية عامة وداخل جامعة، شاب وبلغ مصاريفه كتير، فكان الفندق اللي هو شغال فيه هيفتح فرع جديد في شرم الشيخ، وجاله فرصة عمل في الفرع الجديد اللي في شرم، هيشتغل مدير الاستقبال، يعني مدير الreception. يوسف أصلًا شغله في السياحة والفنادق receptionist، بدأها طبعًا في الاستقبال كده صغير، وبدأ يترقى واحدة واحدة لحد ما بقى مدير، ودلوقتي في افتتاح الفرع الجديد اللي في شرم الشيخ هيبقى المدير هناك، والمرتب تقريبًا ضعفين أو 3 أضعاف المرتب اللي هو بياخده في إسكندرية، فقال أنا أولى بالفلوس الزيادة ديًّا أسافر أروح هناك. المهم اتوكل على الله وسافر يشتغل في شرم. وبدأ بقى يغيب فترات، يعني يقعد شهر، شهر ونُص، وبعد كده ينزل يقعد أسبوع مثلًا في البيت في إسكندرية ويرجع تاني، فبدأت مراته تحس بالوحدة وتحس بالبُعد وإن هو بعيد، وبدأت تشتكي، "يا يوسف أنت بتغيب عني، يا يوسف أنت بعدت كتير." قال لها: "ما أنتِ معاكِ أم خالد بتسليكِ." قالت له: "أم خالد مين بس؟ الست الكبيرة دي، هي بتيجي ساعتين وبتمشي، إنما أنا قاعدة لوحدي ليل نهار." قال لها: "طب أنا عندي فكرة، هاخدِك معايا." وبالفعل أجر بيت في شرم الشيخ وخدها هي وابنها معاه، قعدت شهر، شهرين، 3، ما خدتش على الجو، مش واخدة على جو بلد مقفولة، وبانزل بمواعيد، وبعد ما جوزي ييجي من الشغل بانزل معاه ساعة أو ممكن ما انزلش جاي تعبان فبينام، وأنا ما أعرفش حد، مكان جديد ما فيش جيران، طبعًا يعني البلاد السياحية عمرها ما هتكون زي الأماكن الشعبية بتاعتنا في القاهرة وفي إسكندرية وفي المنصورة، الناس كلها عارفة بعضها، الناس كلها بتوِد بعضها. لو طلعت بصيت من البلكونة صباح الفل يا أم فلان، صباح الفل يا أم علان، في حياة، فما ارتحتش بالقعدة في شرم الشيخ، قلت باقول لك إيه يا يوسف أنا مش هاعرف أستقر هنا، رجّعني تاني إسكندرية، يا بنت الحلال يهديكِ يرضيكِ أديكِ قاعدة معايا نقعد مع بعض ونروح مع بعض ونيجي مع بعض، قالت له: "لا، لا، 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 لأ، رجّعني إسكندرية، أنا مش واخدة على الجو هنا خالص." بالفعل رجّعها تاني إسكندرية وقعدت هناك، واستمر هو في شغله في شرم الشيخ، ونوصل لسنة 2012. في السنة دي أصحاب البيت كانوا عايزين يجددوه، طبعًا البيت قديم، البيت مبني من زمان، فعايزين يهدّوه ويبنوه من أول وجديد ويكبّروه، بس في كام واحد كده قاعد في إيجار قديم، طبعًا ما ينفعش يهدّوه إلا بموافقة الناس دي، ومن ضمنهم يوسف، بالفعل أخدوا موافقة من الناس دي، ويوسف شاف له شقة برّه، قال نقعد فيها السنة دي لحد ما يخلّصوا يهدّوا البيت ويبنوه وبعد كده نبقى ننقل تاني. المهم جاب عمّال تفِك وتنزّل وتحمّل وتروح الشقة الجديدة وتربّط وتعمل، وقعدوا سَنة كاملة في بيت مستأجر، بعد كده لمّا البيت خلص اتبنى واتشطّب، جاب عمّال تاني ولَم عفشه وجاب حاجته وحمّل وطلّع، كانت الشقة الجديدة في الدور السادس، لإن العمارة اتبنت 11 دور، هو كانت شقته شقة 3 أوض كبيرة في الدور السادس، كان أول واحد ينقل فيها بعد ما خلصت. المهم نقل يوسف واستقر، ومراته فرحانة بالشقة الجديدة والحياة ماشية، ويوسف مستقر زي ما هو في شغله اللي في شرم الشيخ، كان بيروح بيشتغل شهر وينزل أسبوع 10 أيام، مستمر على هذا الوضع من فترة، لحد ما وصلنا ليوم 18/2/2014 وهنا تبتدي حكايتنا. الساعة 9:30 ص.
ولا دخان طالع من شقة الأستاذ يوسف. الجيران معدية من تحت بيبصوا، دخان ونار طالعة من شباك المطبخ. الحق اتصلوا بسرعة على المطافي، عندنا حريقة. على ما حضرت المطافي كانوا طبعا السكان طلعوا يشوفوا الدنيا فيها ايه فوق، يخبطوا يخبطوا محدش يفتح لهم. كسروا الباب ودخلوا، ما كانوش شايفين أي حاجة، دخانة صافي. المهم واحد من السكان دخل بيطبش كده في الدخان عشان يشوف أهل البيت ويطمن عليهم، وإذ بالمفاجأة الأستاذ يوسف على الأرض جنب الكنبة وسايح في دمه وشكله مطعون. يا ساتر يا رب. يخش بسرعة يفتح الأوضة دي، ولا فيها عبير مراته وابنها مقتولين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يخش جري يفتح الأوضة التانية، ولا فيها واحدة تانية مقتولة وسايحة بدمها، دم حواليهم، ده معناه إن هما مقتولين. بسرعة بلغوا الشرطة. على ما جت المطافي لحقوا الحريقة، كانت حريقة صغيرة، يدوب النار ماسكة في المطبخ وطالعة شوية في الصالة، وبقية الشقة سليمة. جت المطافي طفتها، وبسرعة حضرت الشرطة. واضح طبعا إن دي جريمة قتل. بيعاينوا يوسف في الأنتريه بره جنب الكنبة من تحت، واخد كذا طعنة في بطنه لدرجة إن في أمعاء طالعة، واخد كام طعنة في رقبته. دخلوا جوه عند عبير مراته، واخدة كام طعنة في صدرها وطعنتين في رقبتها، وجنبها الطفل المسكين ميشيل اللي عمره دلوقتي 6 سنين، واخد 3 طعنات في رقبته. دخلوا الأوضة اللي جنبها فتحوها، لقوا فيها أخته منى مطعونة في رقبتها وفي صدرها. يعني أخته منى كانت عنده في اليوم ده. المعاينة المبدئية للشقة، المداخل سليمة، مفيش غير الكسر اللي في الباب، وده السكان اللي حبوا يخشوا ينقذوا هما اللي عاملينه باينة، والباب كان مقفول. يعني لما سألوا السكان اللي دخلوا قالوا لهم الباب كان مقفول، يبقى المداخل سليمة، يبقى إذا اللي دخل عمل كده، الباب اتفتح له ودخل من الباب. فلما الشرطة سألت عليهم وعرفوا إن دول عيلة مصرية، أي نعم بس الأصل سوري، فقالوا إن ممكن يكون الدافع سياسي، على أساس إن في 2014 كانت طبعا الاضطرابات في سوريا. بس لما دخلوا على المواقع الاجتماعية بتاعة يوسف وأخته منى ومراته عبير، ما لقوش لهم أي علاقة خالص بالسياسة، فإذا مفيش دافع سياسي. قالوا يبقى بدافع السرقة. فتشوا البيت كويس، طلعوا منه ذهب وفلوس، والبيت ما كانش منكوش، يبقى إذا برضه الجريمة دي مش بدافع السرقة. طب ممكن تكون بدافع طائفي، على أساس إن هم مسيحيين، وأيامها كانت في بعض المشاكل في مصر، كانت مصر بتمر بفترة مش كويسة في موضوع الملف الطائفي ده، فبحثوا برضه ورا الموضوع ده، ملهمش أي عداوات نهائي وناس في حالهم خالص. يبقى إذا برضه مهوش دافع طائفي، يبقى أكيد ده انتقام، وانتقام وحشي. ولما يموت أفراد العيلة كلها، يبقى أكيد ده على معرفة بيهم وهم يعرفوه كويس، عشان كده قتلهم كلهم عشان محدش يبلغ عنه. التصورات دي كلها كانت في دماغ الشرطة. بدأوا التحقيق مباشرة في التو واللحظة. بما إن العمارة كانت لسه جديدة، كان كل اللي ساكن فيها ساعتها 5 شقق، وبقية الأدوار فاضية، فكان في عمال كتير رايحين جايين، فكان تقريبا بيخش العمارة حوالي 200 عامل في اليوم. مسكوا العمال كلها، كل اللي بيتردد على العمارة، تحقيق مفصل، ما وصلوش لأي حاجة. بدأوا يتتبعوا علاقات الأشخاص، سواء يوسف أو مراته أو منى، مفيش أي حد فيهم ليه عداوات. بس كلمة السر منى، منى إيه اللي ميعادها عند أخوها؟ سألوا على بيت منى ومكانه وراحوا شقتها. سألوا الجيران في الأول عن الست وأحوالها وظروفها وعلاقاتها، كلهم شكروا فيها، ست محترمة جدا، عايشة في حالها هي وابنها وجوزها متوفي.
ولكن أيوه، إيه ولكن بقى؟ ابنها ريمون الشاب اللي وصل تقريبًا 21 سنة، 22 سنة، عيّل بايظ وبتاع مشاكل وبتاع ممنوعات، ودايمًا بيتخانق مع أمه عشان عايز ياخد منها فلوس يشتري ممنوعات، ومشيه مش حلو. وكان من شهر تقريبًا كان خاله عندهم في البيت، خاله يوسف كان عندهم في البيت وكان بيتخانق معاه وبيزعق له جامد، والجيران سمعوا. أيوه، عايزين ريمون. تعالَ يا ريمون، أنت والدتك سايبة البيت وماشية ليه يا ريمون؟ قال لهم أصل أنا كنت متخانق معاها امبارح. ليه؟ يعني كنت طلبت منها فلوس وما رضتش تدّيني. وبعدين؟ ما فيش، قالت لي هاسيب لك البيت وأمشي وهاقول لخالك، وبالفعل سابت البيت ومشيت. الكلام ده كان إمتى امبارح؟ الكلام ده امبارح الساعة 22:00. يعني أنت يا ريمون عيّل بايظ وبتاع مشاكل وبتاع ممنوعات ودايمًا بتتخانق مع أمك وسابتك ومشيت من غير ما تدّيك فلوس، يبقى أنت رُحت وراها البيت عند خالك واتخانقت معاها والخناقة اتطوّرت ودخلت مرات خالك في المشكلة وخالك، فقررت إن أنت تنتقم منهم وموّتّهم. اعترف يا ريمون. لا والله ما حصل، أنا هاموّت أمي، أنا هاموّت خالي، أنا هاموّت مرات خالي، لا والله ما أنا، ما حصلش. باينة يا ريمون إن أنت اللي انتقمت منهم. والله ما حصل يا جماعة صدقوني مش للدرجة ديًا، أموّت أمي وخالي ومرات خالي مستحيل، مستحيل. المهم حبسوه، استدعوا صاحب البيت، تعالَ. كان راجل شيخ وملتحي كده، شكّر في الأستاذ يوسف راجل محترم وابن ناس وعمرنا ما شُفنا منّه حاجة وِحشة، قاعد معانا بقى له سنين من أيام أبوها الله يرحمه. وإيه تاني، قال لهم الصبح وأنا طالع على السلِّم قابلت واحد شايل شنطة سودا ونازل جري، فوقّفته، قُلت له: "أنت نازل من عند مين؟" قال لي: "ده أنا كنت عند الأستاذ يوسف." حلو، يعني شُفته ومتأكد من شكله؟ قال لهم: "أيوه شُفته." طب تعالَ، جالك الموت يا ريمون. حطّوا ريمون في طابور عرض وعرضوهم على الراجل عشان يتعرّف عليه، أبدًا، قال لهم: "لأ ما هوش فيهم." يقللوا الطابور شوية ويغيّروا الأشكال، يسيبوا ريمون في وسطهم، أبدًا، ما هوش فيهم. طلّعوا له ريمون لوحده، قالوا له: "هو ده اللي أنت شُفته؟" قال لهم: "لأ، مش هو ده، التاني أكبر من ده في السِن، ده شاب صغير، التاني لأ أكبر، تلاتينات، أربعينات، لأ التاني كبير." لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم مين تاني بيتردد على البيت ده؟ قالوا البيت دوًّا فيه واحدة شغّالة اسمها أم خالد بتيجي لهم. حلو، هاتوا أم خالد. أم خالد ساعتها كانت تقريبًا 65 سَنة. تعالي يا ست أم خالد، أنتِ إيه علاقتِك بالجماعة دول؟ قالت له: "والله يا باشا ناس كويسين وحلوين وعمرهم ما يطلع منهم العيبة، وأنا باشتغل عندهم من زمان. أنا أي نعم ما عُدتش باروح كتير اليومين دول، بس أنا معاهم من زمان وأعرفهم وناس متربيين وولاد أصول." ماشي يا أم خالد، مين اللي بيتردد عليهم كتير يا أم خالد؟ قالت لهم: "أكتر واحدة بتروح لهم الست منى الله يرحمها." مين غيرها يا أم خالد؟ وابنها الأستاذ ريمون بيبقى ييجي برضه مش كتير بس بيبقى ييجي. تمام يا أم خالد، مين كمان يا أم خالد؟ ما فيش، إلا لو كان في شغلانة كده والّا كده بيبقى خالد ابني يروح له. مين يا أم خالد؟ قالت لهم: "خالد ابني بيبقى يروح لهم لو كان في شغلانة، ما هو ابني صنايعي." حلو، يروحوا يجيبوا خالد ابنها، خالد هاشم. تعالَ يا خالد، أنت شغال إيه؟ أنا شغال استورجي يا باشا، استورجي ونجار. تمام، عندك كام سنة؟ عندي 44. حلو، جميل، عندك 44. تعرف يعني الأستاذ يوسف ومراته وأخته؟ قال: "أعرفهم بحكم إن والدتي شغالة عندهم، بس إنما ما فيش ما بيني وبينهم أي علاقة."
يجيبوا الراجل صاحب العمارة، الراجل الملتحي، ويوقفوا خالد في طابور عرض، يحطوا معاه مساجين على ضباط، يعني عشان إيه؟ اللي بيختار يبقى متأكد، يحطوا معاه أشكال كتير. حطوا خالد في الطابور، وجه الراجل صاحب البيت يبص يبص يبص، ويشاور على خالد ويقول هو ده. هو ده إيه؟ هو ده اللي شفته نازل الصبح من العمارة. نعيد تاني، يغيروا مكان خالد ويغيروا أشكال الناس، وبعد شوية يدخلوهم على صاحب العمارة، يشاور على خالد ويقول هو ده، هو ده اللي أنا شفته الصبح. طب تمام، أنت كنت الصبح في العمارة بتعمل إيه يا خالد؟ الساعة 9 الصبح، ساعة ما الحريقة كانت شغالة فوق. قال لهم لا، أنا ما رحتش، أنا ما رحتش، مش أنا. أكيد أكيد الشيخ ده مش واخد باله، لا مش أنا. تمام، طب خليك أنت بقى، عايزينك في كلمتين. مسكوا خالد حبسوه. ساعتها جه تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، طبعا كانوا خدوا عينة بصمات من الشقة، وتطلع بصمات خالد موجودة في الشقة. تعالى يا خالد، بصماتك موجودة، والراجل شهد عليك، قال إن هو شافك. زنقوا عليه في التحقيق، كلمتين من هنا على كلمتين من هنا، وقلمين من هنا على قلمين من هنا، وخالد يجيب اللي في بطنه. قال لهم بس أنا هعترف. قول يا خالد. قال لهم أنا اللي قتلت وحرقت الشقة، بس مش أنا لوحدي. مين؟ مين شريكك يا خالد في الجريمة؟ قال لهم عبير. عبير مين؟ عبير مرات يوسف. عبير مرات يوسف المجني عليها؟ قال لهم أيوه، عبير المقتولة هي شريكتي في الجريمة. إزاي؟ قول يا خالد اعترف. قال لهم بصوا يا جماعة، من سنتين لما كان الأستاذ يوسف بينقل من الشقة، فأمي كلمتني قالت لي الأستاذ يوسف عايز حد يفك له العفش والعزال وعمال تنقل وبتاع، فرحت له، ودي كانت بداية معرفتي بيهم، إن أنا هساعدهم في نقل العفش والعزال وإن هم ينقلوا من البيت. تمام، ساعدتهم، وقفت معاهم، ونقلوا في الشقة الجديدة واستقروا، وكان الأستاذ يوسف بيسافر يروح شرم الشيخ. كانت الست عبير لما كانت بتحتاج حاجة، تنقل حاجة، تعمل حاجة، تركب ستارة، تركب مسمار، تدهن حاجة، هو بقى خالد إيه؟ صنايعي، فكان بيقوم بالدور ده. وبمعرفة يوسف، ويوسف مطمن إن خالد يبقى ابن الشغالة أم خالد، وراجل ثقة واثق فيه، ويكلم مراته من وهو في شرم لو محتاجة أي حاجة خالد عندك، وهي كانت تشكر في خالد، تقول له ده تمام ومية مية. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، شهر والتاني وخالد بيتردد على عبير في الشقة الجديدة، وأم خالد اللي هي أمه مش مستمرة معاهم على طول، يعني كانت بتروح ساعة، ساعتين، يوم ويوم لأ، وخالد رجله خدت على الشقة وخدت على المكان وخدت على عبير. إزاي؟ الاتنين بدأوها بنظرات وتبادل أطراف الحديث وإعجاب وضحك ومرقعة، وبعد كده قامت ما بينهم علاقة ودخلوا مع بعض في الحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوسف يعرف، بس يوسف اللي يعرفه خالد بيركب السرير، خالد بيظبط الستارة، خالد بيمد سلك التلفزيون. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم، وتعدي طبعا الأيام، وتفضل العلاقة مستمرة وبتزيد، وينقلوا للشقة الجديدة اللي في الدور السادس في العمارة الجديدة. ده خالد برضه هو اللي نقل، وهو اللي عمل العفش، وهو اللي ظبط، وهو اللي بيقوم بكل الأدوار وكل المهام. وبعد كده يزين لهم الشيطان أعمالهم. يتفق الملعون خالد والملعونة عبير على إنهم يتخلصوا من يوسف. في الوقت ده كان يوسف في شرم، فاتفقوا مع بعض على الخطة. يوسف جاي النهاردة بالليل، هيوصل الساعة 12، قبلها هتيجي تستناه، وهنعمل كذا وكذا. المهم في الليلة دي، منى من حظها الأسود تتخانق مع ابنها وتسيب البيت وتيجي. راحت لعبير الساعة 10، طبت عليها
إذ فجأةً عبير لقت الباب بيخبط، فتحت مين؟ منى. إيه؟ خير في إيه؟ قالت لها والنبي يا أختي اسكتي سيبيني ده أنا متخانقة مع الولا ومطلّع عيني، هابيت عندكم، ده أنا ما عُدتش عايزة أشوف وشه. ماشي يا أختي اتفضلي. جات منى لقدرها، قعدت، فدخلت عبير في الأوضة بتكلم خالد، قالت له على ميعادنا، ده منى كمان أخت يوسف جات. قال لها منى أخت يوسف جات؟ خلاص نأجل بقى الموضوع اللي إحنا متفقين عليه. قالت له لأ نأجل ليه؟ ده خير وبركة، يالّا خلّيها بالمرّة. يا بنت الحلال بالمرّة إيه؟ هي شروة؟ خلّيها بالمرّة. خلاص نلغي الموضوع ده نبقى نعمله بعدين. قالت له لأ، تيجي في ميعادنا. ماشي. قالت له خلاص يالّا تعالَ دلوقتي وقت ما أرن عليك تطلع لي فوق على طول. بالفعل على الساعة 11:00 كده كانت منى أخت يوسف في المطبخ مشغولة بتعمل حاجة. عبير رنت على خالد، طلع لها وفتحت الباب ودخلته في البلكونة وقفلت عليه من غير ما منى تحس بحاجة. طلعت منى قعدت شوية وخالد مستخبي في البلكونة، وبعد كده دخلت تنام. ربع ساعة وراحت عبير فتحت البلكونة لخالد، جابته، قالت له هي دلوقتي نامت، يلا بينا. عبير مسكت السكينة ودخلت فتحت الأوضة بالراحة. الأوضة كانت ضلمة ما ولعتش النور. دخل خالد جري على منى وهي نايمة، حط إيده على بقها وخنقها، وعبير مسكت السكينة تطعن فيها تطعن فيها، في صدرها تديلها، في بطنها، في رقبتها، لحد ما فرقت. كانت منى لابسة سلسلة دهب، عبير خلعتها لها وخدتها، قالت يلا بالمرة. طلعوا قعدوا شوية في الصالة. كانت الساعة جت 12 12 وربع، لقت التليفون بيرن. مين؟ يوسف. قال لها أنا طالع أهو. خدت خالد خبته في نفس البلكونة وقفلت عليه. طلع يوسف، ازيك يا حبيبتي، ازيك يا حبيبي، وحشتيني، أمال ميشيل فين؟ قالت له ده نايم جوه في الأوضة. لا طب تمام خليه نايم. قال لها طب أنا أخش آخد دش على ما أنت تجهزي الأم. تمام. الراجل دخل خد دش وطلع. كانت عبير ظبطت ليه الأكل، قعدوا في الأنتريه، اتعشوا وكلوا وضحكوا والدنيا حلوة وما يعرفش ايه اللي مستخبي له. بعد ما خلصوا قامت شالت الأكل، عملت له كوباية الشاي وقعدوا شوية. لقيت يوسف من التعب بينام على نفسه على الأنتريه. يوسف قوم خش جوه، قوم يا حبيبي خش جوه. قال لها مش قادر، الراجل جاي من السفر وتعبان. قال لها سيبيني بس هنا هنام هنا، سيبيني معلش. ماشي براحتك. جابت له غطا وغطته بكل رقة وحنية، واتأكدت تماما إن هو راح في النوم، وفتحت باب البلكونة لخالد. نفس اللي عملوه في منى عملوه في يوسف. خالد هجم عليه يخنق ويكتف، ومنى اشتغلت طعن في بطنه، طعن طعن. يوسف جامد، يوسف بسم الله ما شاء الله، يعني طويل وجتة تقيل، فنطرهم الاتنين. بس أخد طعنات كتير في بطنه فمش قادر، عمال بيحوش بإيده بيحوش برجله، وديًا تطعن مراته تطعن، هو مش مصدق عينيه إيه اللي بيحصل. وبعد كده خالد خد منها بسرعة السكينة وقام جاي مكمل عليه طعن طعن في بطنه وفي صدره وفي رقبته وفي وشه، بهدلوه لحد ما الراجل سلم الروح، الله يرحمه. بعد كده قعدوا هما الاتنين في الصالة على الكنبة والراجل ميت تحت رجليهم. كانت هبطت بقى عبير، فبتقول لخالد ده تعبني الله يخرب بيته، ولا في دماغها، يعني كأنها دبحت فرخة. وبعدين يا بنتي هنعمل ايه؟ هو خالد اللي بيقول لها هنخلص منهم ازاي دول بقى؟ قالت له احسن حل ان احنا نقطعهم. يا صلاة النبي، ده عبير اللي بتقول لخالد. قالت له بس انا مش هقدر اعمل حاجة دلوقتي بصراحة، انا تعبت، انا هخش انام اريح شوية، وبعد كده لما نقوم نبقى نقطعهم براحتنا. خالد يقول لها هتنامي؟ قالت له اه هنام اريح شوية. وبالفعل دخلت عبير الأوضة، كان ابنها نايم في الأوضة، دخلت الأوضة نامت جنب ابنها وراحت في النوم ولا كأن في أي حاجة.
قعد خالد في الصالة، ولحظة إدراك على لحظة لخبطة على لحظة ندم على لحظة أسف، إيه ده؟ قعد والراجل ميت قدامه، وفي واحدة ميتة جوه في الأوضة، وفي واحدة تانية اللي مشتركة معايا في الجريمة وقتلاهم نايمة جوه، ولا في أي حاجة، ولا حاسة بأي حاجة. قال يا نهار أسود، يعني أنا لو قعدت كده أهو ورحت في النوم، ده اللي جوه دي ممكن تطلع تموتني أنا. وبعدين ده قتلت جوزها وأخت جوزها وعادي ومش في دماغها. طب وهي دي ينفع أرتبط بيها وأتجوزها وأعيش معاها وهي ست قاتلة بدم بارد كده؟ يا سلام يا خالد، يعني أنت لسه جاي تفوق دلوقتي يا حبيبي؟ يا من الأول أصلا لما قالت لك هقتل وهعمل، كان فين دماغك وعقلك ومخك؟ كان فين تفكيرك وإحساسك وشعورك؟ كان فين ده كله؟ وبعدين انتوا من الأساس ماشيين في الحرام، تتجوزوا إيه وأنت متجوز وهي متجوزة؟ وبعدين أنت أصلا هتفكر في إيه؟ ما العلاقة من أولها أصلا كلها غلط في غلط. المهم، يقوم خالد بقى يعمل إيه؟ ياخد السكينة ويدخل جري. قال لأ، دي أموتها هي كمان. ودخل عليها طعن في صدرها، طعن في رقبتها، طعن طعن، لحد ما موتها. وهو بيطعن فيها، المسكين ابنها فتح عينيه وبصله، هو عارفه. قال يلا بالمرة هو كمان، وطعن في رقبته، طعن طعن، لحد ما موت الولد. حسبي الله ونعم الوكيل. شياطين شياطين. وبعد كده لا دور ولا سرق، طلع بره، قعد شوية في الصالة. كان الفجر يأذن، وقعد بعد الفجر بشوية. فين؟ لحد الساعة 8 الصبح كده. قام جاي قايم، مغسل ايديه ومغير هدومه، كان جايب هدوم استبن معاه في كيس، ودخل المطبخ، جاب شوية مناديل حط عليهم زيت، ولع فيهم في دولاب المطبخ، وخد السلسلة طبعا اللي كانت عبير مخلعاها المنى، وخد 500 جنيه كانوا محطوطين على الكومودينو اللي جنب عبير. بس كده، لا دور ولا قلب، ولع في المطبخ ومشي. طبعا وهو نازل قابله الراجل الملتحي صاحب العمارة. وهنا اتكشفت خيوط جريمة كانت عاملة قلبة في وقتها. اللي يقول لك عيلة سورية اتقتلت، عيلة مسيحية سورية اتقتلت، لا ابنهم اللي قتلهم. وكانت قضية رأي عام، وطلع فيها طبعا آراء وحوارات، لا سياسية لا طائفية. ومعظم اللي اتكلم في القضية دي قال لك عيلة سورية لاجئة وجم بعد الأحداث. والكلام ده غلط، لأن هم موجودين في مصر من 50 سنة، وهي عيلة مصرية سورية. ومعظم التفاصيل اللي أنا قلتها دي جبتها من ناس كبيرة في نفس الشارع ونفس المنطقة، شارع المعز في الإبراهيمية في الإسكندرية، بمعرفة أشخاص أنا مش هقول اسمهم، لأن أنا لما قلت لهم أنا هحكي قالوا لي معلش ما تقولش اسمنا. لهم كل الحب والتقدير. المهم، قبل ما ننهي، أنت يا ستي اللي مش عايزة جوزك، في حاجة اسمها الطرق القانونية، وفي حاجة اسمها الطرق الاجتماعية، حاولي تصلحيه. وفي استشارات نفسية واستشارات اجتماعية، إنما تموتيه ليه؟ قتل النفس حرام، ولا هتتسابي دنيا ولا آخرة، وهيجيلك الانتقام آجل أو عاجل. وخدي بالك الشهوة الحرام دي لحظة، لكن الندم سنين. كل مرة بتختار شهوتك على حساب بيتك أو دينك أو كرامتك، أنت بتخسر حاجة مش هتعرف تعوضها أبدا. والفاتورة كده كده هتدفع، حتى لو اتأخرت شوية هتدفع. خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من بيوتكم. ربنا يبعدنا عن الحرام، ويخلي لنا عيالنا وأزواجنا وزوجاتنا. معلش أنا آسف لو كنت طولت عليكم النهاردة. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.